السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله، ويعود علينا وعليكم رمضان بكل صحة وعافية وهنا يا رب العالمين. حنا نعرف السمبوسة إنها أكثر ما تؤكل أو أكثر ما تشتهى في رمضان، لكن الحين تعددت طرق حشوات السمبوسة. في باللحم سادة، في باللحم مع البيض والبقدونس، في بالأجبان، مجموعة أجبان تكون مخلوطة مع بعضها البعض، صارت بخضار، صارت بأنواع متعددة. اليوم أنا بسويها ولكن بطريقة حشوة المسخن. طريقة المسخن هي عندكم بالانستغرام موجودة، يعني سبق أنا سويت مسخن بالانستغرام ومسويتها أيضا باليوتيوب، والطريقة أيضا موجودة بعد باليوتيوب، اللي هي عبارة عن دجاج وبصل وسماق وزيت زيتون. طبعا الدجاج يكون مخلوع منه العظم، ما فيه عظامة أبدا، والبصل يحمس بزيت الزيتون. طبعا مسخن بصفة عامة يعشق شيء اسمه زيت الزيتون. بعدين الدجاجة نكون سبق وحنا سلقناها موية وملح والمطيبات اللي هي القرنفل والدارسين وورق الغار والكزبرة إلى آخر من المطيبات اللي دائما نعتاد نحطها في الرز ومع اللحم ومع الدجاج. بعد ذلك بعد ما تسوي نتفها تنتيف، وزي ما سبق قلت لكم إن ما تكون فيها عظم. بعدين نضيفها على البصل ونحمسهم كلهم مع بعضهم البعض. بعد ذلك نضيف السماق، هذا اللي تشوفونه أحمر، هذا سماق اللي تشوفونه أحمر، هذا فيه سماق. طبعا السماق ترى أنواع، فيه يكون غامق، فيه نوع فلسطيني، فيه نوع أردني، وفيه أنواع متعددة منه. أنا عندي هذا اللي هي لونه الأحمر. طبعا أنا بسويها، لكن وش اللي بسوي السمبوسة هذه. شايفين السمبوسة؟ هذه السمبوسة هي مثلثات اللي هي الرقاق، وهذه اللي هي العجينة علشان أسمغ فيها السمبوسة. أخذ ورقة من السمبوسة، أخذها شوي، أخذ هذه ورقة من السمبوسة، طريقة عملها. آخذ المثلث هذا، شيل المثلث هذا وأثنيه بالطريقة هذه. أعطيني ملعقة. شايفين صار مثلث زي القمع، شايفينه زي القمع. اخذ من الحشوة، هذه عندي الحشوة، واحطها في القمع هذا اللي هو قمع السمبوسة. بعدين اثنيها، وبعدين اثنيها، اصبحت عندي مثلثة. طبعا هالحين لازم اسكرها. فيها البعض يسكرها بطريقة انه يدخل هذه جوا بالطريقة هذه ويكتفي. انا طريقتي شوي تختلف، وركم على طريقتي. أنا آخذ هذا اللي هو طحين مع شوي موية، شكله لزج شوي،
أحط الطرف هذا، شايفين، والزقه معه علشان ما يدخلها زيت، واجيب هذا الطرف وادخله هنا، ونفس الطريقة احط فيه شوي عجينة، طبعا تكون من داخل، وبهالطريقة امسح الزوايد، تطلع عندي هذه السمبوسة. شايفينها؟ هذه السمبوسة، وعلى هالطريقة بكل السمبوسات. أنا شوف السمبوسة اللي جهزتها قبل، هذه شايفينها مثلثات. الحين حطيتها أنا بصينية وأدخلها للفريزر، وبعد ما تجمد أحطها في علب، أحط كل طبقة بينها بلاستيك، وأحطها بعلب بلاستيك وأرفعها بالفريزر وقت الحاجة. طبعا إذا بغيت أنا أطبخ أطلعها شوي بس يذوب الثلج منها شوي، بعد ذلك أقليها. نكمل بقية المقدار ونرجع لكم إن شاء الله. دهن الزيت، وهذه عندي السمبوسة خلصت منها لفتها. سمبوسة بمسخن، حشوة مسخن. نديها بالزيت، نقلبها السمبوسة. أنا ما كثرت الزيت لأن ما أبغاها تصير مليانة زيت، أبغاها تصير مقرمشة. شايفين؟ الحين نطلع السمبوسة وحطها على ورق ناشف أو على مناديل المطبخ. اليوم سمبوستنا رهيبة ولذيذة وبحشوة جديدة، حشوة مسخن بالدجاج. عليكم الطريقة في اليوتيوب بقناة الشيف حناني. حياكم الله. شايفين حبايبي؟ بالهنا والعافية. أتمنى تطبقونها، تجربونها.